صباحكم فل. الحقيقة أنا مش فاهمة ومش عارفة إيه اللي بيحصل في العالم. يعني مش قادرة استوعب إن إيران وأمريكا واللي بيحصل ده كله مش فاهمين بعض. يعني إيران بتحسسني كأنها مش فاهمة الخصم، فبتديله فرصة وبعدين تكتشف انه كذاب فتسحب الفرصة وتقفل. فانا مش فاهمة هم بيلعبوا عسكر وحرامية ولا هم بيعملوا ايه بالظبط. يعني ازاي دول رؤساء وقادة دول مش عارفين يحكموا أزمة المفروض ان هم عارفين انها هتجيلهم من فترة طويلة. يعني هم لو مش مستعدين لها ما كانوش عرفوا يقفوا. اذا هم مستعدين، يعني عارفين ان ده جاي، مش عارفين بقى اساليب التفاوض اللي هيعملوها او اساليب الدفاع او اساليب يعني انا شايفه تخبط. شويه يقولوا لا وشويه يقولوا طب ماشي ويفتحوا وبعد يوم يقفلوا ولا يومين يقفلوا ويقولوا لا. مش فاهمه هما ازاي بيثقوا اساسا في الراجل المجنون ده اللي ابو شعر اصفر ده، ابو شعر اورنج. بيثقوا فيه ازاي؟ هو ده انسان يثق فيه؟ واحد كان بيروح مع اطفال يتحرش بيهم، وواحد بياكل لحوم البشر. ده يتوثق في كلامه ازاي؟ يعني ازاي انسان عاقل يثق في كلام انسان مخبول؟ ده انسان عنده خلل عقلي وعنده حب العنجهية والسيطرة والظهور، وده إنسان لا يوثق في كلامه نهائي نهائي. يعني أي حاجة يقولها ما تتصدقش ولا نعمل لها أساسا حساب. ده ما يعرفش غير مبدأ القوة، تديله على دماغه ويسكت. هتقول له يا حبيبي هيديك انت على دماغك. صباحكم فل. رشا أمين، ألمانيا.